في دول كتير جدا على خريطة العالم اختارت العاصمة بتاعتها إنها تكون في مدينة مرت عليها أزمات وعصور وأهمية تاريخية كبيرة. أديك مثال، القاهرة عاصمة مصر. لما نيجي نبص كده هنلاقي القاهرة دي مهمة في التاريخ بتاعنا بشكل كبير جدا. مهمة في ايه يا مستر؟ واحد سيدنا عمرو بن العاص كان موجود في القاهرة في فترة من الفترات. اتنين، قال القاهرة دي أثناء الحملة الفرنسية طلع منها ثورة القاهرة الأولى، فكان ليها أهمية تاريخية في وسط الأحداث التاريخية وصمدت وتصدت. ثلاثة، القاهرة دي كانت سبب من الأسباب اللي انتشر فيها الدين الإسلامي وأصبحت مصر ولاية إسلامية. أربعة، القاهرة دي قامت منها ثورة القاهرة الثانية. خمسة، محمد علي عمل مذبحة القلعة فين؟ في القاهرة. فإذا القاهرة دي مهمة تاريخيا مرت عليها أحداث كتير جدا، فبسبب إنها مهمة تاريخيا تم اختيارها كهي عاصمة لمصر. فبيقول للعامل التاريخي ترجع الدول التي اختارت عاصمتها على أساس العامل التاريخي إن المدينة دي لها أهمية تاريخية كبرى. طب زي مين يا مستر؟ أنا لسه قايل لك، زي القاهرة عاصمة لمصر، وزي روما عاصمة إيطاليا، وزي باريس عاصمة فرنسا. تيجي نبص كده هتلاقي القاهرة تم اختيارها بسبب العامل التاريخي، روما تم اختيارها عاصمة لإيطاليا بسبب العامل التاريخي، باريس تم اختيارها عاصمة لفرنسا بسبب العامل التاريخي. يبقى العامل التاريخي إن الدولة مرت عليها أحداث سياسية وأحداث كبيرة جدا، وإن المدينة دي فضلت هي اللي بيطلع منها القرارات والقوانين، فلها أهمية تاريخية فخليناها هي العاصمة.